بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لازلنا مع ومضات من سور الحواميم، فبعد دراسة سورتي غافر وفصلت، درسنا اليوم إن شاء الله مع سورة الشورى، وهي مكية كلها عند الجمهور، نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم. عدد آيها 53 آية. سبق أن ذكرنا أن سور الحواميم ابتدأت جميعها بنفس الحروف المقطعة حاميم، لأن هناك هدف مشترك يجمعها، ألا وهو القيادة الجديدة للبشرية الممثلة في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وفي المؤمنين بهذه الرسالة، لكي يقوموا بأمانة القيادة إلى صراط الله المستقيم. أمة محمد مسؤولة عن هذه الأرض. وكل سورة من سور الحواميم تبين ما هي الواجبات المطلوبة من الأمة المحمدية حتى تكون أهلا لهذه المسؤولية. ففي سورة غافر أن الأمة كلها مطالبة بالدعوة إلى الله، وفي سورة فصلت المطلوب من الأمة أن تعي هذا القرآن وتتلقاه بالفهم والتدبر، وفي سورة الشورى لعدم الوقوع في الخلاف والفرقة واجب الشورى، وهو محور السورة. الاختلاف ليس هو المشكل، لأنه هو الأصل في الناس، كما نرى في قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لكن المشكل يكمن في الخلاف والفرقة. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمن الواجبات المطلوبة من أمة سيدنا محمد هو الابتعاد عن الفرقة والنزاع، لأنه مرفوض رفضا مطلقا. لذلك تكرر ذكر كلمة الفرقة في السورة 4 مرات. فالحل الوحيد الذي يضمن الوحدة رغم تعدد الآراء هي الشورى، التي إن حافظنا عليها في كل أمور حياتنا، في بيوتنا ومع أولادنا وفي شركاتنا ومؤسساتنا، حافظنا على أمتنا من التفرق كما جرى مع الأمم السابقة. سورة الشورى تعالج قصة الوحي منذ النبوات الأولى، لتقرر وحدة الدين ووحدة المنهج ووحدة الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الله هو الموحي بجميع الرسالات لجميع الرسل، وأن الرسالة الأخيرة هي امتداد لأمر مقرر مضطرد من قديم، في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويشير إلى تقرير أن التفرق قد وقع، مخالفا لهذه التوصية، ولم يقع عن جهل، ولكن وقع عن علم، وقع بغيا وظلما وحسدا. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ثم تستطرد إلى بيان حال الذين جاءوا من بعد أولئك الذين اختلفوا. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وارتياب، فرسالة السماء التي تقود البشرية قد آلت إلى اختلاف بين أتباعها، والذين جاءوا من بعدهم تلقوها في ريبة وفي شك لا تستقيم معهما قيادة راشدة. ومن ثم يعلن انتداب الرسالة الأخيرة وحاملها صلى الله عليه وسلم لهذه القيادة.
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم. نزل الله الكتاب على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليقيم بالدعوة مجتمع المؤمنين المتمثل في رسالته التي تقود البشرية إلى الخير، لتحقق في الأرض مسؤوليتها كما أرادها الله وفي الصورة التي يرتضيها. وتجيء هذه اللمسة لترغيب من يريد التوبة والرجوع عما هو فيه من ضلالة قبل أن يقضي في الأمر القضاء الأخير، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال سبحانه: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. دققوا في هذه الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي أن الإنسان ميت قبل أن يعرف الله، ثم يحيا بالعلم ويحيا بمعرفة الله وبطاعته وبابتغاء مرضاته، ويحيا بهذا القرآن في الاستجابة لما يتضمنه من أوامر ونواهي، ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية. إذا كنت من الذين استجابوا فأنت من أمة الاستجابة. فكل إنسان ولد في بلد عربي بحكم انتمائه التاريخي يقول لك: أنا مسلم وأنا من أمة محمد، وهو من أمة التبليغ، ولا يعبأ به إن لم يستجب ويطبق الدين، ولا يسمى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان من أمة الاستجابة. فأدنى حركة نحو الله يعطيك الله عز وجل عليها ما لا تحتسب من الفضل. ثم يقول سبحانه: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفتنا في تعاملنا مع الله عز وجل. فكلمة من أي أقل مصيبة تصيبكم، واعتمادا على هذه الآية إنه ما من مصيبة في الكون أو في الأرض إلا بسبب معصيتنا، وما من مصيبة إلا بسبب جهل بالله أو بأمره. فبعد الحديث عن الوحي والرسالة يأتي الحديث عن دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق، فيحدد صفة هؤلاء المؤمنين بما يميزهم أمة ذات خصائص وسمات، مجتمع مؤهل لقيادة البشرية، فيه صدق، فيه وفاء وأمانة، فيه إخلاص وتعاون وحب وتناصح وتزاور ومؤاثرة، وليس فيه غش، ليس فيه تآمر، ليس فيه احتيال ولا كراهية ولا حقد ولا حسد ولا غيبة ولا نميمة. وهذه الصفات لازمة لكل إنسان في رحلته على هذه الأرض إذا أراد أن يستفيد بوعود الله للمؤمنين والمؤمنات. مجتمع يطيع الله عز وجل ويقيم فيما بينه منهج الله، فليس لك في هذا الكون كله إلا الله وحده الذي يمكنك التوكل عليه. يبذل المؤمن ما في وسعه لمواجهة قوة طاغية، لكنه في النهاية يتوكل على الله، والله سبحانه وتعالى أخبره أنه يدافع عنه، فقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال أيضا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالتوكل على الله من صفات الجماعة المؤمنة وخصائصهم الجماعية التي تمثل كذلك في: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون،
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ومع أن هذه الآيات مكية نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة، فإننا نجد فيها أن من صفتهم وأمرهم شورى بينهم، مما يوحي بأن وضع الشورى عميق في حياة المسلمين، فهو طابع أساسي للإنسان يقوم عليه أمره كله. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، مع أن الأمر الذي كان صادرا للمسلمين في مكة هو أن يصبروا وألا يردوا العدوان بالعدوان، كان هذا الأمر استثنائيا لظروف معينة، إلى أن صدر لهم أمر آخر بعد الهجرة، وأذن الله لهم بالقتال لمن يخرجوهم من ديارهم بغير حق، وقيل لهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فالمسلم حينما يبغي عليه فيرضى ويخضع تسقط قيمته بين الناس، والناس يحبون القوي العزيز، لكن إذا أراد أن ينتصر فليس له أن يبغي. لذلك قال في نهاية الآية: إنه لا يحب الظالمين. ومعنى قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها أن صاحب الحق له أن يأخذ حقه، وهو مخير أن يعفو أو أن يأخذ بحقه، وأما الذي عليه الحق فعليه أن يؤدي الحق، والعفو طوعي، فإذا غلب على ظنك أنك إذا عفوت عنه أصلحته وقربته إلى الله فيجب أن تعفو عنه لتقربه من ربه وتجعله ينضم إلى المؤمنين بعفوك عنه، ولكن أين حقك؟ أجرك على الله. أما إذا غلب على ظنك إذا عفوت عن إنسان أساء إليك أنه سيتجرأ على ظلم الآخرين فيجب أن لا تعفو عنه، بل يجب أن تنتصر منه، والأصلح والأحكم أن تنتصر منه كي تردعه عن أن يظلم إنسانا آخر. وهذا هو المقياس في قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي إن أراد أحدكم أن يأخذ حقه ممن ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ولكن إذا أراد أن ينتصر لنفسه فليس له أن يظلم، ومع ذلك الصبر خير. ثم يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وتعود السورة في النهاية إلى العودة للحديث عن الوحي والإيمان: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لتؤكد القيادة الجديدة للبشرية ممثلة في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا النور يهدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسيروا عليه ليصيروا إليه في النهاية مهتدين طائعين. أقول قولي هذا وشكر الله لكم استماعكم وبارك الله فيكم.